هنا أنا راح أحاول أحكي لك عن هاي السكولرشيب اللي أنت تقدر تدرس بيها ماجستير أو دكتوراه في ألمانيا وتكون مدفوعة الثمن، يعني ببلاش ما تدفع ولا فلس. لكن طبعا هيك موضوع بدون فلوس، يعني أنت أكيد الشروط مالته ما راح تكون سهلة، لكنه مو مستحيلة. ممكن واحد يحصلها يعني. بس أنا أريد أعلمك. اولا راح اخلي اللينك مال هذا يعني هي من موقع دات اللي هو دوتشا اكاديميشا اوستاوشنيست، اللي هو جيرمان اكاديميك اكسشينج سيرفيس. راح اخليه الك، وبالضبط اللي راح اشرحه الك تقدر بعدين تشوفه على كيفك وتقرا. بس انا اريد اشرح لك الرؤوس الاقلام الرئيسيه. اولا هاي المنحه اسمها اي بي او اس، مقدمه من دات المن الى طلاب يعني انت اذا تريد تدرس في المانيا ماستر او بي اتش دي او دكتوراه. واضح؟ زين. شنو هي الشروط اللي انت لازم تقدم عليها؟ الشروط اللي انت لازم تقدم، يعني انت لازم عندك على مود تنقبل. اولا لازم يكون عندك على الاقل سنتين خبره باختصاصك. واضحه العمليه؟ زين. يا اختصاصات اي اختصاص، لا مو اي اختصاص. تيجي هنا تدوس على هذا اللينك، تطلع لك لستة بالاختصاصات والجامعات اللي تقدمها. يعني مثلا تجي مثلا في مجال ايكونوميك ساينس، بزنس ادمنستريشن، بوليتيكال ايكونومكس. شنو هي؟ ماستر بروجرام ان انترناشونال اند ديفلوبمنت ايكونومكس. هذا شنو هي؟ وين؟ ببرلين. بيا لغه تدرس الانجليزي. شنو هي الدرجه اللي حتحصلها من تتخرج؟ ماجستير. ايش قد المده مال الدراسه عدا اللغه الالمانيه؟ لان احنا مثل ما حكينا اللغه الالمانيه تحتاج الى مستوى السي اينز اذا تريد تدرس بالالماني. بما انه انت هنا انجليزي فما راح يعني ما تحتاج بصراحه لغه المانيه هذا المستوى العالي، انت تدرس بالانجليزي. ايش وقت اخر يوم للتقديم على هاي المنحه؟ هو 31/8/2021. زين. حتقول لي انا اريد معلومات اكثر عن عن هذا البروجرام مثلا. شلون؟ بس تدوس عليه تدخل وين؟ يوديك للجامعه، تعرف كل التفاصيل، شنو ايش دا يصير، ليش، المن، الى اخره. واضح العمليه؟ نرجع على الاختصاصات. هاي الاختصاصات فشنو؟ شوف انت شنو الاختصاصات. يعني طبي باختصاص الانفايرمنت، اختصاص الزراعه، الاوربان بلانونج، رياضيات، الى اخره. شوف انت شنو يناسبك. ذني الاختصاصات فقط اللي مدعومه من منظمه داد فقط. لازم تركز، مو اي اختصاص، ما تقدر تروح تدرس اي اختصاص. طبعا اغلبها ماستر، اغلبها ماجستير، يمكن وحده لو اثنين دكتوراه. اعتقد هاي دكتوراه هنا، هاي دكتوراه، هاي دكتوراه، الى اخره. واغلبها باللغه الانجليزيه لو منتبه عليه، اغلبها باللغه الانجليزيه. طبعا هذا يسموه البروجرام مادات لسنه 2022، يعني بحيث انت ترتب امورك بحيث تدرس 2022 بالمانيا. مثل ما قلت لك هاي مدفوعه الثمن. يعني شنو مدفوعه الثمن؟ يعني تجي هنا، يعني اولا الداد مستعده تدفع لك فلوس من شهرين الى 42 شهر. من شهرين، من 12 شهر عفوا الى 42 شهر. ايش قد تدفع لك؟ اذا كنت طالب ماجستير تنطيك 861 يورو بالشهر، واذا كنت طالب دكتوراه تعطيك 1200 يورو بالشهر. واضح؟ طبعا تغطي لك تكاليف التأمين الصحي والحوادث، تنطيك فلوس الطيارة اللي تجي بيها من العراق لألمانيا والعكس صحيح، إلى آخره. زين. شنو الريكوايرمنت؟ لازم انت عندك خبرة باختصاصك سنتين، لازم انت تخلص باتشلر، هاي واضحة. انه انت تكتب تعهد انه انت فعلا جاي تدرس ماستر او دكتوراه وتخلص وترجع لبلدك، او تحاول هناك يعني تلقى شغل اذا ردت تشتغل بالمانيا. زين. ولازم هنا تثبت انه انت يعني موتيفيشن، تحكي ليش انت تريد تدرس هذا الاختصاص، ايش راح يفيدك هذا الاختصاص، وين راح يوصلك، الى اخره. شنو الموتيفيشن مالتك يعني؟ يعني شنو الدافع اللي يخليك تدرس هذا الاختصاص. نيجي على الابلكيشن والريكوايرمنت. اذا انت تريد تدرس بالالماني
فانت تحتاج على مود تدرس بالجامعه مستوى DS ها 2، لكن على مود تتقدم على المنحه تحتاج فقط مستوى B1. واضحه هاي اللغه الالمانيه. بالنسبه للغه الانجليزيه تحتاج ايلتس 6 وتوفل بهذا السكور اللي مذكور هنا. شوفه، اذا عندك وحده من ذني واغلب البروجرامز اللي شفناها بالانجليزي، فاعتقد يعني واحد اذا يريد يدرس بالانجليزي تكون لازم يحقق هذا الشرط. اوكي، نيجي على الابلكيشن بروسيجر. الابلكيشن بروسيجر انت تقدر تقدم على 3 كورسات، يعني تقدر تقدم على 3 برامج. يجوز وحده من عندهن تنقبل، يجوز 2 من عندهن تنقبل وتختار بيناتهن. لهالسبب يخلوك تقدم على 3 برامج على مود يزيدون فرصه قبولك. زين، تجي بعدين شلون تقدم؟ اولا هنا لازم تملي هاي الفورمه، دوس عليها، نرجع لها مره ثانيه. هنا دست طلعت لك هاي الفورمه، طبعا انتراج يعني طلب بالالماني او ابلكيشن. تملي الطلب مالتك الى اخره، هذا كله تمليه. بعدين وين تودي؟ ورا ما تخلص كل المعلومات مالتك المذكوره باللسته هاي هنا، دزها على هذا بالايميل، او تدزها بالبريد على هذا البريد في مدينه بون. واضح؟ دزها بالبريد، اما الكترونيا او بالبريد الفعلي. واضح؟ وبعدين هم يتخذون بها قرار. طبعا هم هنا كاتبين لك شلون راح يصير الابلكيشن والسلكشن بروسيجر. يعني اول شيء تقدم، بعدين كذا يعني يشوفون اوراقك الى اخره، فدي بروسيجر يعني يقررون ما يقررون الى اخره. اوكي، طبعا مثل ما قلنا هنا requirement لازم تسوي CV، لازم letter of motivation، هنا letter of recommendation من مديرك، سيرتيفيكيتات شنو عندك انت مشتغل، لازم تثبت انه انت سنتين اشتغلت، ولازم شهاده اللغه مثل ما حكينا. طبعا هنا كاتب لك institutional TOEFL is not accepted، خليك منتبه على هاي الشغله. طبعا شهادتك اللغه مالتك، شهاده اللغه ترانسكريبتس يعني بالدرجات كلها لازم تكون مصدقه من الخارجيه. ابلكيشن هاي فقط للناس اللي جايين من الصين الى اخره. خلي بالك انه هاي المنحه ترى يقدمون عليها كل العالم، فلازم تكون كلش مضبوط وتكتب موتيفيشن حلو، تجيب ريكومنديشن حلو الى اخره، على مود انت تقدر تحصل خوش نتيجه. هذا اللينك راح اخليه مثل ما قلت لك بصندوق الوصف، تقدر تقرا بالتفاصيل. اي سؤال عندك بعدين تقدر تسالني واني اجاوبك باللي اعرفه يعني. اتمنى التوفيق للجميع، تحياتي.